اكيد عارف ايلون ماسك وستيفن جوبز، وعارف انهم معاهم شهادات من هارفارد، صح؟ طب والمفاجأة، انا كمان معايا شهادة من هارفارد، بس الفرق بيني وبينهم انها ببلاش. في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ ان الناس مهتمة اكتر بمجال البرمجة، وده طبيعي لان الطلب في سوق العمل زاد عليه جدا، ومع دخول عالم الذكاء الاصطناعي للبرمجة الموضوع اتغير تماما. بس لازم تجتهد وتبني نفسك على اساس صح عشان تقدر تلاقي فرصة كويسة. ومع الاهتمام الكبير ده الأسئلة بقت بتزيد كل يوم للناس اللي عايزة أبدأ منين، أتعلم إزاي، وإيه الأساسيات اللي المفروض تفهمها قبل ما تدخل المجال. في الفيديو اللي فات اتكلمنا إزاي تتأسس صح في مجال البرمجة من اختيار لغة البرمجة نفسها، بس النهاردة هنتكلم عن خطوة أهم، وهي إزاي أتعلم الأساسيات اللي هتبني عليها بعد كده، وده من خلال منهج CS50، واحد من أقوى المناهج اللي بتقدمه جامعة هارفارد، واللي هيساعدك تفهم المفاهيم الأساسية للبرمجة بشكل عملي ومنظم جدا، واللي بيقدمه البروفيسور ديفيد مالان، واللي فعلا بيشرح علوم الحاسب بطريقة سهلة ولذيذة جدا لأي حد حتى لو مبتدئ. الكورس متاح مجانا على منصة إيدكس، وبيبدأ معاك من الصفر لحد ما تبقى فاهم ازاي الكمبيوتر بيفكر ويتعامل مع البيانات، وتقدر تكتب كود بنفسك وتبني بيه تطبيقات ومواقع. الكورس متقسم ل 11 اسبوع، كل اسبوع فيه دروس تفاعلية وفي تدريبات اسمها بروبلم سيت لازم تحلها قبل ما تدخل الاسبوع اللي بعده، وفي الاخر بتعمل مشروع تخرج تطبق فيه كل اللي انت عرفته، وبعدها بتاخد شهاده من جامعه هارفارد. في البدايه هتبدا تفهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي، وازاي الكمبيوتر بيفهم الاوامر، وبعد كده هتتعلم سكراتش عشان تفهم التفكير البرمجي بشكل بسيط وممتع. بعدها هتدخل لغه سي، هتتعلم الاساسيات والمصفوفات والخوارزميات، وبعد كده الميموري والداتا ستراكشر عشان تفهم ازاي الكمبيوتر بيخزن البيانات وبيتعامل معاهم، وبعد كده هتتعلم البايثون، دي لغه سهله وقويه جدا، وبعد كده سيكوال لإدارة قواعد البيانات، وبعد كده HTML و CSS وجافا سكريبت لتطوير مواقع الويب كفرونت اند، وبعد كده فلاسك عشان تبني مواقع كابلكيشن باستخدام بايثون، وهتعدي على السايبر سيكيورتي عشان تفهم ازاي تأمن التطبيقات من الاختراقات. والجميل في الموضوع ان كل اسبوع بيبني على اللي قبله، يعني لما تخلصه هتكون فاهم البرمجة صح مش مجرد حفظ كود، وده اللي بيخلي اي حد داخل مجال البرمجة يبدأ بيه، لان ببساطة بيأسسك صح من البداية لأي مجال بعد كده. وبالنسبة لتجربتي الشخصية، كان واحد لسه في أول حياته ولسه داخل أولى كلية، كنت تايه ومش عارف أبدأ منين. الكلام ده كان من 3 سنين تقريبا، ولقيت التدريب ده تبع معهد وزارة الاتصالات ITI، وقدمت واتقبلت. وحابب أوضح نقطة صغيرة، إنك مش لازم تكون مشترك معاهم عشان تاخد تدريب، تقدر تبدا بسهوله على منصه إيدكس. من اللحظه دي فهمت يعني ايه برمجه، ويعني ايه لغه برمجه وكود. انا اصلا كنت داخل الكليه وعندي خلفيه بسيطه عن البرمجه، بس الكورس ده خلاني افهم اكتر واربط المفاهيم ببعضها. بصراحه كانت تجربه جميله جدا وفتحت لي باب كتير في المجال. وحابب اوضح نقطه صغيره، ان الكورس موجود بالانجليزي على منصه إيدكس. لو عايز تتابع الكورس بالعربي على اليوتيوب عندك شخصين، غريب الشيخ وعبد الرحمن جمال، شرحهم كويس ولذيذ الصراحه. باختصار الكورس ده كان البدايه اللي حطتني على الطريق الصح، وخلتني فاهم انك تقدر تبدا من اي مكان حتى لو مش معاك امكانيات كبيره. كل اللي محتاجه لابتوب وواي فاي وشويه عزيمه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو في اي حاجه مش واضحه او محتاجين توضيح اكتر اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه عشان نوصل معلومه لناس اكتر ونعمل محتوى احسن.